بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هعرفكم فكره مشروع جديد خالص. دي كلفه بتيجي كده بالمتر او بالطوب لو بتجيبوا كميه. هي بتيجي ما فيهاش حاجه خالص، انا اللي بحط فيها الستان ده. دي فكره جات لي كده اما لقيت فيها الخروم ديت. هي اسمها ايه؟ كلفه مدككه تقريبا اسمها كده. عملتها، قلت اعمل مشروع مكملات حجاب. هيكون باشكال كتير وبالوان كتير زي ما احنا عايزين، براحتنا خالص. دي حاجه في ايدينا احنا. هنا انا عملت هنا اللون الفضي، تمام. وكمان بعمل منها للرقبه، كمان بيكون الكم ومعاه الرقبه. فانا هنا مجهزه الكم واوريهولكوا، هقولكوا بس كل التفاصيل بالظبط علشان لو حد حابب يعمل الموضوع ده. ديت دي كلفه عادي، وانا جبت شريط ستان. انا قطعت الجزء للكم ده 40 سنتي، اللي هو ده. الستان مثلا ممكن نقطع 60 سنتي، نبقى نزود شوية لو احنا عايزين نعملها بفيونكة تتربط. عايزين نفس مقاس بالظبط ونقفلها، تمام. انا اوريكم بس طريقة التغليف عشان افتحها واوريكم الشكل النهائي. وده شريط بيتباع بالمتر، وممكن احنا نقص اي شريط، اي قماشة عندنا ونقصها عادي، تمام. دي بقى اكياس بنعبي فيها علشان طبعا لو احنا هنوزع او كده. بسم الله. ده بيبقى اكياس لزق ذاتي اهو. اوريكم بقى الشكل، هوريكم كمان، هنزل لكم الصور في الجنب كده في اللبس، شكلها تحفه بجد. عجبتني الفكره جدا بجد بجد، حلوه قوي يعني. بصوا اهو. ده انا عاملاه اللي انا مزوداه، فانا سبتها قلت ايه زي ما تحبوا. عايزين تربطوها في يونكه تربطوها، دي هتبقى في الناحيه اللي جوه. عايزين تطلعوها من بره تبقى باينه، تمام، زي ما نحب. عايزين نشيلها خالص هنشيلها زي اللي انا مقفلاها هنا دي. انا شلتها منها وقفلتها معاها من جوه. كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بنقفل دي اهي، هنقفلها بس من هنا، من على الظهر، من ظهر القماش. ومن هنا هنركب الشريط البيه وجوه الاستك. يعني بنجيب اي قطعه قماش نقفل بيها من الحته دي علشان ان احنا نعرف ندخل فيها الاستك. بنستخدم استك من بتاع الهدوم اللي هو الرفيع، ارفع حاجه عندنا، تمام. إيه، اهو بيكون معانا 2 كم، 2 اسوره يعني، وواحده للرقبه. الرقبه بقى بتكون ازاي؟ انا عاملاها 40 سنتي كمان نفس المقاس. يعني احنا بنقطع 3 قطع نفس المقاس. عايزين نعملها 50 سنتي، تمام، مفيش مشكله. هنا انا مستخدمه شريط اسود علشان ادخل يعني ايه، ان يكون الاسود ناطق فيها شويه. شكلها في اللبس قمر بجد. انا هسيبها لكم يعني طول ما انا بشرح كده، هحاول احسبها لكم في الجنب. ده الاستيك اللي انا مستخدماه، ولو عندنا ارفع ما فيش مشكله. دي بتدخل على الرقبه كده، وبنثبت ديت على على ياقه الشميز، القميص، الجاكيت، حتى لو احنا عايزينها باينه من الجاكيت، تمام. شكلها حلو قوي في اللبس بجد، عجبتني. وفكرتها سهله جدا جدا، ممكن نعملها بحاجات كتير خالص، مش شرط الكلفه دي. ممكن ببواقي قماش عندنا، ممكن حته دانتيل باقيه، اي حاجه نعمل بيها الموضوع ده. حلو قوي قوي بجد، وهتعجبكم. وفي اللبس شكلها قمر. حتى لو مش هتعملوها مشروع، ممكن تعملوها لنفسكم انتوا بالشكل اللي تحبوه. يا رب تكون الفكره عجبتكم وتكون سهله عليكم، يا رب تنفذوها. كل الحكايه زي ما قلت لكم ان احنا بنقفل. يعني احنا بنجيب القطعه 40 سنتي اهي، 40 سنتي هنقفل من الظهر. نخلي خياطتنا نظيفة. انا عملت ايه؟ جبت شريط الشريط الرفيع ده من فوق، من هنا خيطته وسبت فيه، يعني يبقى فيه في النص فراغ، ان هو يبقى فيه الاستيك. يعني ازاي كده اهو، اهو بيتخيط كده، وبيبقى في الحتة اللي في النص ديت الاستيك بيدخل فيها، تمام. بندككه ببنسة، بدبوس، اي حاجة بندكك بيها عادي موجودة شغالة معانا. وانا بقفل بسيب حتة زيادة في الجنب، عشان دي مثلا انا قفلت من هنا كده، تمام. بقفلهم كلهم مع بعض بمره، في مره واحده الحته دي بقفلها. بقوم حاطه الحته الزياده دي كده عشان اقفلها من جوه. اوريكم ازاي شكلها متقفل ونضيف اهي. دي اللي هي باللون الاسود عشان تبقى واضحه كمان معاكم اكتر اهي. تقفيلها نضيف من جوه وشكلها شيك وقمر بجد، وفكرة جديدة ومختلفة. مش هتلاقوها موجودة كتير، لان يعني الحمد لله انا صاحبة الاختراع ده. يا رب تعجبكم. متنسوش لو عجبتكم تعملوا لي لايك وتتابعوني. اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. ولو حابين اعمل لكم منها جملة او قطعي زي ما انتوا عايزين، ممكن ابعتها لكم شحن، مفيش مشكله. او عايزين تجيبوا الخامات عادي، ممكن اقول لكم جايبه الخامات ازاي وكل حاجه، وتحت امركم ان شاء الله.